عكست رسائل الود التي تلقتها الجزائر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال التجاهل التام لضغوط بعض المشرعين في الكونغرس والمقربين من اللوبي الصهيوني الذين لا زالوا يطالبون بفرض عقوبات على الجزائر استنادا إلى قانون عداء أمريكا على خلفية التنامي اللامسبوق للعلاقات الجزائرية الروسية، وهي المطالبات التي يقودها بالأساس العضوين ليزا ماكلين وماركو ريبيو اللذين أبديا قلقا فيما يتعلق بالصفقات العسكرية بين الجزائر وروسيا، وخصوصا صفقة المقاتلات المتطورة سوخوي 57. وبالرغم من عدم رضا بعض الأطراف الأمريكية عن الرسالة التي تحدى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الغرب من موسكو حينما أكد بأن الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا، إلا أن الجزائر أصبحت الحلقة المستثناة التي يرى مراقبون بأنها شكلت ازدواجية في معايير عقوبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تشن حملة شرسة على بعض الدول العربية لتقاطع مصالحها الاقتصادية مع موسكو، ولا يمكنها المساس بالجزائر التي تجاوزت مصالحها مع روسيا البعد الاقتصادي إلى السياسي والعسكري